السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم نلقاكم بأحسن الأحوال. فيديو اليوم متنوع رائع. نتمنى تبقاو لآخر الفيديو باش تشوفوا ومشترياتي لعيد الأضحى ليا ولولادي، وكذلك نشاركم حلوة الطابع كما راكم تشوفوا. جات بزاف بنينة ومحمرة الله الله، وراح نعطيكم سر الإحمرار. يلا مع بعض نشوفوا الوصفه. هنا عندي كيلة بيض. الكيلة تاعي دات لي 2 حبات بيض مع كيلة سكر كما راكم تشوفوا، ولازم نخلط الكل بالباطو حتى يطلع مليح. هذا السر من اسرار حلوة الطبع، لازم نطلعوا البيض جيدا كما راكم تشوفوا. بلا ما ننساو قرصة الملح، انا درتها في الاول كامل، درتها في الغيسيبيو ما ننساوهاش. فوالا نبقى نخلطو حتى يطلع البيض تاعنا، ودوكا نضيفو كيلة زيت دائما بنفس الكيلة. بعد ما طلع البيض راح نزيدو الزيت تدريجيا مع الخلط المستمر بالباطوخ. هذه من اسرار حلوة الطبع، غير تبعوا معايا، تبعوا الخطوات وراح تنجحي فيها باذن الله. ولهنايا ضفت عطر الليمون فقط. اذا كان عندك قشور الليمون ضيفي قشور الليمون. انا ما كانش عندي، ما كانش متوفر، فدرت عطر الليمون مع فانيليا السائله مع الفانيليا البودره. انا دائما هكذا ندير الفانيليا السائله مع الفانيليا البودره، نحب نخلط ما بيناتهم. من بعد نضيف الفارينه بالتدريج مع كيس خميره كيميائيه. لكل 2 حبات بيض نديرو كيس خميره كيميائيه كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للفرينه لازم نغربلوها باش تجينا الحلوه تاعنا بنينه وخفيفه. وراح نخلط جيدا حتى نتحصل على عجينه متماسكه وطريه في نفس الوقت كما راكم تشوفوا. السر الثاني من اسرار حلوه الطابع، لنجاح حلوه الطابع لازم تكون العجينه طريه باش تجينا خفيفه من الداخل كما راكم تشوفوا. نخلط غير بشويه ونزيد الفرينه غير بشويه. وهنا دخلت يدي باش نحس بالعجينه تاعي. فوالا كما راكم تشوفوا. نحاولوا ما نعجنوهاش، غير نلموها. هنا فقط اختي هي اللي تضيف لي في الفرينه. راني هنا في دارنا وحبينا نديروا حاجه حلوه ودرنا حلوه الطابع. لهنايا خلاص كملنا في الفرينه. شفتوا القوام تاع العجينه كيفاش يكون. وهنا راح نبسطوها فوق ورق طهي او كيس بلاستيكي، نرشوا عليها شويه فرينه ما نكثروا لهاش، ونبسطوها غير شويه ونطبعوها كيما نحبوا. ولهنايا راح نبدا نطبع في العجين تاعي. انا خيرت هاد الطبع ودرتهم ايضا على شكل قلب، وانتم خيروا الشكل اللي حبيتوه، الشكل اللي حبيتوه ديروه. ولهنايا راح نطبع بهذا الطبع على شكل قلب كما راكم تشوفوا. هنايا لازم علينا نخدم شويه بالفرينه لانه كما على بالكم عجينه الزيت دائما تتلصق. وهنا عندي صفر بيضه مع الفانيليا هذه الملونه، وهذا كامل سر الاحمرار اللي شفتوه في البدايه. ونحرك مليح، نحرك الصفر نخلطه مع الفانيليا وراح نطلي به وجه الحلوه تاعي. راح تعطي لي احمرار بزاف شباب. جربوها وردوا لي في التعليقات. ولهنايا رشيت فوقه شويه سكر. ما كانش عندي متوفره هذيك الحلوه اللي الحلوه هكا من الفوق، زينتها غير بالسكر كما راكم تشوفوا.
التزيين يكون اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزينها. انا درتها تزيين بسيط وهو السكر تواجد في كل دار. ندخلها للفرن ونحطها في الرف الوسطاني تتحمر، تاخذ تحميره شابه ونحيوها. هنايا بعد ما طابت شوفوها كيفاش تحمرت ما شاء الله. وهنايا هاوليكم حلوه الطابع تاعي واجده معنا كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تنال اعجابكم. وصفه سهله واقتصاديه وبالخف توجديها. فوالا شوفوها كيفاش تجي بزاف بنينه، توالم قهوه العصر وحتى العيد الاضحى المبارك. اقتصاديه وسهله كما راكم تشوفوا. هذه هي حلوتي نهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وتخلوا لنا رايكم في التعليقات. وما تنسوناش بالجيم والاشتراك في القناه باش تكبر عائلتنا. وهنايا خرجت وليت رحت شريت شويه حوايج وشويه مواد غذائيه. بديت هكذا شويه تحضيرات العيد الاضحى المبارك. حبيت نقص شويه حوايج على روحي. يلا مع بعض نشوفوا واش شرينا. اول حاجه شريت بعض المواد الغذائيه. بديتها بلي بات، راح نستهلكوهم هاد الايامات باسكو ولادي يحبوا بزاف لي بات. هنايا شريت الرز بسمتي، هذا الرز بزاف مليح يطيب ليه يطيب بالخف. هكذا شويه مقارون شريت تاني مقارون جوج باكيات ولا 3 هكذاك. جيت فلفل كحل، زنجبيل مع توابل الشاورما كما راكم تشوفوا. فقط هنايا نشري الحوايج اللي خاصيني فقط. كاين حوايج ما شاركتهاش معكم بمعنى اني كاينين عندي في الدار بلا ما نعاود نشريهم. وشريت تاني جوج باكيات سباغيتي، هذه النوعيه تعجبني بزاف، يجي بزاف رقيق ويعجبني بنين. وكذلك هذه محمصه. وشريت علبه جumbo ما نستعملوهمش بزاف، من داك فقط هكذا. وشريت تاني 5 كيلو فرينه. نديرو شويه حلويات العيد الاضحى. على بالكم الحلوه لازم تكون حاضره في العيد كما راكم تشوفوا. وهنايا جبت صلصه الشواء. فقط هذو هما الحوايج نديروهم للشوا. وشريت تاني هذه الهريسه، اول مره نشريها ما على باليش ولا مليحه ولا لا. شريت تاني هذيك الكاتشوب، شريت صغيره كامل ومع علبه مايونيز. وثاني شريت المايس. فوالا كما راكم تشوفون نخدموا بهم لي سالاد مع قرعه مع زهر. وشريت تاني علبه عسل باش نديرو كاش معسلات هكذا. وراح نشارك باذن الله معكم كل الحلويات اللي راح نحضرها لعيد الاضحى المبارك. ما عليكم فقط بالجمع لا فيديو والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش تكبر لا فيديو تاعنا ويشوفها اكبر عدد من المشاهدين باش يستفادوا. وانا ما عليا غير بالوصفات الاقتصاديه والشابين اللي راح تحمروا بها وجهكم باذن الله. ايضا 2 علب مارغرين كما راكم تشوفوا. هنايا نروحوا لمواد التنظيف. عندي السائل الاواني، وكذلك شريت امير، عجبتني الريحه تاعو هذه في الابيض رائحه الورد. ولي لافيت بيان سور نستخدموهم بزاف في العيد وحتى الايام العاديه. وعندي هذا معطر الجو، واحد الريحه
رائعه، عجبتني بزاف. البري تاعها نورمالمون دير 23,000 هكداك. وشريت تيست، نستخدم فقط الارضيات، اكياس التجميد اللي نحتاجوهم في عيد الاضحى باش نديرو فيهم اللحم. كذلك شريت اعواد الشواء، السعر تاعها 8000 للوحده للباكيه. هذا هكذا، هذا ما يخص بمواد التنظيف. هذا واش شريت، الباقي عندي في الدار، شريت اللي خصوني فقط. وهنايا نروحوا للجزء اللي عجبني بزاف واللي فرحانه بهم. شوفوا واش شريت ليا بالسيف باش لقيت واش يعجبني. لقيت هاد الجبه عجبتني بزاف بزاف وراني فرحانه بها. شوفوا كيفاش تجي بزاف شابه، وشوفوا لي موتيف تاعها كيفاش يجيو. مام لا كولور تاعها راهي شابه بزاف، عجبتني وتجي شابه بزاف كي تتلبس. وتجي معاها هاد لا سانتور. سعر هاد لاغوب 450,000. وثانيك شريت معاهم هادو مالي كلاكيت. شريت غير حاجه خفيفه باش نقدر نمشي بيها، على بالكم مع العيد الكبير العيا وكامل ما نقدرش نلبس طالون حقيقه. ولهنايا نروحوا اللبسه تاع وليدي الصغير، شريت له هذا القميص كما راكم تشوفوا، عجبني بزاف. هذا خلصت له 225,000. وحنايا نروحوا لبنتي، شريت لها هاد لونسومبل، لا جوب مع البول ديالها. هاوليك لا جوب تاعها كيفاش تجي. حبيت هكا نبارطاجي معاكم. اللي مازال ما شراتش بالك تدخل تدي فكره على الاقل. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم مفيد واستفدت باذن الله. ولهنايا نروحوا لهاد الاكسسوارات اللي شراتهم بنتي، هي اللي خيرتهم. شرات هادوما، حبت تشري كلش. شرات دي باغيت مع هادوما لي زاستيك. شرات هذيك فيها سلسله مع البغاسلي، ولا ما على بالي ولا فيها لاباك ولا. شرات تاني هاد البغاسلي. هذه هي المشتريات احباباتي، مشتريات بسيطه جدا، نتمنى تعجبكم وتنال اعجابكم ويعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم وتكونوا قد استفدتوا باذن الله. وصلنا لنهايه الفيديو. الى اللقاء في فيديو لاحق بحول الله. سلام. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر.